انفاس سريعه او بطيئه او مضطربه داخل ونابعه من احساس. ممكن تكون أنفاس غضب أو راحة أو خوف وغيرها كتير من الانطباعات. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في اولى حلقات برنامجنا النهارده بيت هند وداليا. حلقتنا اليوم تتكلم على إزاي تعمل مواطن صالح وشخصية ناجحة وتقدمها للمجتمع. وبنرحب بضيفتنا النهارده وضيف حلقتنا الدكتوره ساده علي. اهلا بك يا دكتور. أهلا السلام بك يا دكتورة. عليكم، ميرسي كتير. في الدكتوره ساده علي المشروع او اللي حضرتك جمعيه فتح اسمها دي اي زي ايه، داز. بتتكلم عن ايه؟ انا حابه الاسم بس ايه لفت انتباهي، حابه اعرفه. اوكي، بتكلم. انا جاي هنا زي صاحبة مشروع داز. اه معناتها ديسكفر اذربيجان، يعني تكتشف اذربيجان. تمام. ده اكتشف مشروع تكتشف اذربيجان. اذربيجان. اه ده مشروع احنا بتعمل على الشباب المصريين كلهم عشان جميل. تعرف على بلدنا اكتر واحسن. وده مشروع المنبر الارت ما بين شباب مصر وشباب اذربيجان. لا، ده مشروع على شباب مصريين بس امم فقط. جميل. اللي هو شباب مصريين مفروض ترسم أي شيء على أذربيجان، مم. ولا هقول شعر من الشاعرين شعر. معروفين. شعر اه من شاعرين معروفين من عندنا، ولا تكتب شعر عن مم. أذربيجان مثلا. اه والسنة دي ده أو تاني سنة، أو احنا ابتدينا المشروع دي من سنة فاتت. ايوه وسنة فاتت قدمت حلو كتير. حوالي جبت 3000 طلبة، بس عشان شوية بعد كورونا والحاجات، وقت كان ضيق، وعايزين طلع 10 نفر فقط. اه وطلعت كده الكتاب في الشكل ده بالعربي كده. جميل. وهنا اه وهنا وريني في كده. جوه في فايزين اللي اه طالعين هنا الصورة بتاعتكم وبالصور اللي اه هم راسمين. اه خلاص. دي بتاعت وده السنة اللي فاتت. بتاع سنة فاتت. اه جميل. اوكي. اه يا ريت الكاميرا بقى لو هتقرب شوية. ايوه، ده كله بيتكلم عن اذربيجان وعن اه جرابة والحاجات اللي جوه بلد. جميل خلاص. جميل. والجمال والطبيعة ده والاكلات تعريف عن اه البلد والتيشيرت. تعريف نفسها عن البلد كلها. البلد. نفسها. والعادات اه والتقاليد بتاعتها والحاجات دي بالظبط كده. كلها. اه هقول تمام. لحضراتكم الكتاب دي اصلا معمول في شكل الجواز السفر. اه اه ما فعلا هو هو معمول شكل فعلا جواز بشكل سفر جواز فعلا سفر اكنها فعلا. سافر ده. يس، مم. عشان كده ده بصي حضراتكم اه زي ده هو كده، زي ايه دوا بتاعتنا، زي اه جواز السفر اه اللي في الاذربيجان المصريين، يعني مم. زي دوا بتاعتنا. يعني اهلا وسهلا في الاذربيجان. اه دي بس اهلا وسهلا. يس، دي اهلا حاجه زي وسهلا. ده. اه واللي هنا في اخر كتاب هو فيه صور الطلبه اللي فايزين السنة اللي اللي فاتت سنه فاتت. ان طب شاء هما اوكي. الله. فازوا في ايه يا دكتورة؟ في الرسومات، في رسومات. رسومات في هو الرسومات في بتاعتها رسومات بتاعتهم. مم. اه. السنه فاتت كان رسومات موجوده ودي الرسومات دي وبس. بتعبر عن ايه؟ يعني انا شايفه ان ال... في سينا تقريبا. لا لا لا، ده جرابة، ده البلد الباكو، وده العلم بتاع الأذربيجان. تمام. اتس لايك ممكن نقول جليمس اوف أذربيجان. مم. اي شيء، كل شيء عن أذربيجان تعرفي. تمام اه يس، في سايت بتاعتنا اللي كولتشر سنتر اوف أذربيجان في مصر. مم. ممكن في الفيسبوك، في الانستغرام موجودة، ممكن تدخلوا وشوفوا. مم. واللي فيه بيانات وكل موجودة. الآخر سنة بيعمل جالا كونسرت، والكل فايزين بتيجوا، وتبقى في حفلة كبيرة. جميل ان السنة يكون اللي فاتت في كان عملنا في السفارة. اتحاد ما بيننا وما بينكم، وخصوصا لما يكون في ايوه، مواهب. اه بالظبط طبعا. اه بالظبط مواهب كده. مشتركه دي حلوه جميلة جدا. دي جدا. بالظبط. مشتركه، بس المواهب دي يا دكتوره في الفن في فقط الفن، ولا؟ ايوه. ده زي ممكن هقول مبادئ الثقافات بين مصر اه واذربيجان. بس مم. بتتعبر عن طريق هقول الرسومات. عن طريق رسومات سنه فاتت. امم تمام. السنه دي بقى، وده عايزه اقول لكم ده اول برزنتيشن. اه الكتاب اللي السنه دي انا تمام. جايبه في البرنامج عندكم اه عشان خاطر الدكتوره داليا. حبيبتي. اللي ده بيتكلم السنه دي كان في كتير قوي كتير، عشان احنا النهارده السنه دي حتى عملنا من غير السن. نو اه ليميت عشان السن. في شباب مصريين كتير داخلين من غير سن وفايزين. محدد قصدك. بالظبط اه كده. اه فايزين طالعين حوالي 40 نفر اه الفايزين مم. كده موجودين حاطين اه صورهم كمان الشباب اللي ايوه. بس اه فازوا. انا اه اه انا فعلا مبسوطه قوي علشان الشباب دول. مم. ومن دلوقتي بيقول لكم الف مبروك، بس مش هقول لكم اسامي مين عشان جالا كونسرت لسه ان قدامنا. شاء ان الله. شاء الله، وانت هتكون معزمين معانا ان شاء الله، موجودين معانا. ان ان شاء شاء الله الله بس باذن باذن الله. الله. هتعمل حفله كبيره مم. مع السفاره، مع كل الناس اللي اه بتاعتنا.
والمصريين تبقى لا احنا معززين لينا تبقى حلقه هو تانية بقى احنا نتكلم فيها نسينا كده عن اللي احنا اللي موجود ان احنا هنتكلم فيه نسينا النهارده. بالظبط، احنا نسينا احنا جايبين لك حاجه تانية خالص، بس دي حاجه مشوقه جدا وحاجه الواحد يفتخر بيها ما بين البلدين بصراحه. طبعا جدا ودي كمان. ابتكار جميل انك تعبر عن بلدك او بلد غيرك بالرسم وبالفن، فدي حاجه جميله. ميرسي كتير. ميرسي جدا ليكي يا دكتوره. ميرسي. دكتوره حضرتك دكتوره علم نفس نعم. صح؟ نعم. للاطفال بس ولا للكبار والكله؟ يعني دارسه ايه؟ انا دارسه، انا زي ممكن اقول المدرس البسيكولوجيست. تمام. بس اللي بحبه قوي تعليم اطفال. حلو. تعليم الاطفال بالظبط كده. وانا جايه واصله هنا النهارده عشان تتكلم. ما احنا هنتكلم بقى الاطفال. ايوه الاطفال من انهي التربية. عمر؟ من هم في بطن البيبي ولا لما يطلعوا؟ ايوه صور حلوه من هم كتير. في بطنهم. صور حلوه كتير. على فكره فعلا بره آه. بيعلموا الاطفال من البطن. يعني الناس اللي بتبقى مهتمه بيبقى في سيشنز معينه بيبتدوا يسمعوا الاطفال مزيكا هاديه عشان ما هو الطفل ده يطلع الدكتورة بقى هادي، هتقول لنا عليه. يبتدي يقرا مثلا الام ولا الاب بصوت عالي فيطلع الطفل مثقف. انا الكلام ده شفته اصلا بره كمان، يعني شفته انا كنت قاعده بره فشفت الكلام ده. اتفضلي. احنا عندنا بيقول لي اللي في عيله جديده لسه بيبي عنده سنه، مولود لسه بيبي عنده سنه. تمام. رايحين عند الدكتور بيدياتر، دكتور بتاع الاطفال، وبيقول لي يا دكتور عندنا بيبي سنه، تبتدوا التربيه بتاعته من امتى؟ الدكتور بيقول لهم انتوا اوريدي متاخرين سنه. بس انا اقول لكم انتوا اوريدي متاخرين سنه وسنه كمان اللي هو في البطن ماما. حسب ال9 شهور ان دي طبعا. تربيه كمان طبعا قبل من 9 شهور. اما انت اوريدي عملت عيله دي مفروض اللي فيه بلان اللي هتعمل بيبي ازاي، وماما جاهزه وبابا جاهز طبعا على الطفله اللي جايه. تحضير لبسهم قصدك على كل شيء، وكلامه في البيت والكلام وازاي هنتعامل وازاي ايوه، وتعمل بلان هما ايه جاهزين عشان تبقى فيه شخصيه جديده جايه. صح. خلاص. وبعد كده بيبي كام شهر في البطن ماما خلاص هو بتسمع، هو بيفهم على فكره، بيحسس. والله بيحسس. يعني سامع الحوار ما بيننا، يعني لو في مشاكل في حب الاثنين حاسس بيهم. عاملين في بيحصل له كده فعلا. مش فاكره اسامي بالظبط دلوقتي، بس هما بيقول بيبي بعد كذا شهر في البطن امه خلاص تبتدي تسمع. حتى بصي انا اقول لكم حاجه، البيبي مثلا برضه ريسيرش اللي عاملين في امريكا، ماما وبابا بيتكلم انجليزي في البيت. والبيبي بعد ما مولود، هما مولودين في البلد تاني، بيبي مولود في البلد تاني خلاص بيكلموا لغه تاني. هو ايه اللي بيكلموا جنبه انجليزي هو بتعمل حركه، اللي بيتكلم لغه تاني هو ايه بتسمع فعلا، بدليل ان مش موسيقى وحاجه بيبقى فيه عشان حركه هو البيبي. سمعت لغه اللي ماما وبابا بيتكلموه. نفس القصه ميوزيكا، ما ميوزك بتلعب ماما بتسمع وهي حامل بتسمع. طب هل التربيه بتبقى اكل وشرب وحركات ولا انطباع مش بس؟ تربيه الطفل عشان تربي مواطن سعيد وصالح، يبقى احنا عايزين تبتدي واخده بالنا من كل شيء، من حاجات كتير. يعني الاتيكيت مثلا في التعامل ما بين الازواج مع البيبي واحده الاكل. الطفله بتاعتكم المفروض تاكل الاربع انواع الالوان الفاكهه او الخضار كل يوم. مثلا خيار اخضر، مثلا التفاح اصفر، مثلا الوان ايوه اورنج، البرتقال مثلا. وبعد كده ممكن نجيبوا ايه تاني عندنا من فكه، عنب احمر مثلا. تبقى ايه اربع انواع. خلاص 4 الوان على طول عشان هم عايزين تطلع البيبي والطفل سليم. خلاص. بعد كده على اتيكيت اصلا دي قسم كبير من تربيه طبعا. يعني عشان تطلع الولد جنتل والمواطن صالح بكره، والبيبي تبقى بيبي جول تبقى بولايت، وتبقى طرف واخده بالي من عيله بتاعها ومن عيلتها هي وبكره من عيالها برضه. ده كله بتيجي من تدريب. بس انا عايزه اسال سؤال، استني بقى، انا هقول لها سؤال مهم جدا. انت واخداني على طول. انا عايزه اسال سؤال مهم جدا. احنا دايما بيكتبوا عندنا وزاره التربيه والتعليم، التربيه قبل التعليم. الناس دايما بتهتم بالتعليم قبل التربيه، بس انا شايفه ان التربيه اساس التعليم، لانك لو ربيتي صح الطفل ده هيطلع فعلا حد مهم جدا في البلد، هيمسك مسؤوليه. في اطفال اهاليهم في البيت همجيين، فتلاقي طفل دخل في سكه مش عارف ايه وسكه ثانيه، يبقى ناجح ويبقى وذكي بس بيضيع. وفي طفل تاني لا اهله مهتمين بتربيته وعاملين، وتلاقيه الطفل ده بيكبر عنده مسؤوليه، لا قبل ما يكبر يبقى هو صغر بيبقى عنده مسؤوليه.
والله انا شفت الحاجات دي فعلا، دي حقيقه. فعلا. انا هقول بصي زي مدام عائشه بتاعتنا دايما بيقول الطفله زي زرع. صح. أبا اللي حطها ميه كتير تبوظ، صح. حطها ميه قليل تموت. صح. مم. مظبوط. تبقى هتعمل احنا ايه؟ اتنظم حياتنا، اتنظم احنا حياه محتاجين الطفل، فعلا كده. اتنظم حياه الطفل. ايوه. انا شخصيا مثلا انا في عيلتي كان عامله النظام كده الكل يوم لغه، عشان عيالي كله بيتكلم 5 6 7 لغات. خلاص احنا تبتدينا ايه مثلا بيتكلم يوم الاثنين تبقى لغه فرنساوي، وتبقى ايه عملنا اكلات فرنساوي، واللي ايه عاملين نفسنا زي عيشتوا البلد باللغه مثلا. خلاص البلد باللغه بعاداتها باكلها بكله بتقاليدها. اللي يوم الثلاث مثلا تبقى لغه تركيه، يوم الاربعاء لغه عذريه. جميل جدا على فكره، جميل جدا. يعني فهمت خلاص. طب ما احنا هنا يا دكتوره عندنا فروق فرديه في البيوت نفسها. نعم. في بيوت على قدها، في بيوت متوسطه، في بيوت غنيه. نقدر ازاي نوحد كل ده في اي بيت ايا كان؟ احنا دلوقتي مش بنتكلم على الفلوس ولا على المدارس غاليه. ايوه انا عايزه اسمع دي بالظبط كده. انا عايزه اقول لكم حاجه تانية. اصلا في مامات بتشتكي بيقولوا المدارس غاليه ومش بتعمل حاجه، ولا جوزي مشغول. انا بصي معاكم، البابا راجل زي بابا مثلا ايه لازم تبقى اموين في التربيه الاطفال. خلاص. بس احنا قلنا ايه؟ مين الشاعر ابراهيم اسمه ايه نسيت، بيقول ماما هي اللي ام مدرسه. الأم مدرسة، الأم مدرسة أعددت شعب طيب الأعراف. أيوه. ده اسمه إيه؟ يعني هو ماما هي اللي مدرسة. أيوه صح. اللي ماما اللي تنظم الوقت الطفل. إزاي هتنظمي يا حبيبي؟ هو ده هتمشي في الطريق ده. البيبي أصلا مولود السبونج أبيض، الورق أبيض. ماما تكتبي زي أنت عايزة. خلاص هو بيسجل. طبعا. عشان في لينك بين الطفل والماما. هو خلاص هو تبقى كده بتكبر وتلاقيه هو ناجح. بس احنا دلوقتي عندنا مشكله كبيره قوي. معظم الاسر مفككه والاطفال تايهه، وتلاقي الطفل دلوقتي لما عنده عنف، لما عنده توحد. حسب يعني التوحد ده كمان انتشر جامد جدا. دلوقتي الطفل بقى متشتت، يكون في توحد والمدرسه ما بقاش فيه موجودين. في توحد برضه مشكله كبيره. انا بصي ما حدش طبعا بيحل. انا هتوف كده يعني اجينست. هقول لكم ليه. عشان حتى ما مشاكل حصلت مع الست هي المفروض اقف جنب بيبي بتاعها. طبعا دي اصلا حياه مليانه مشاكل. صح. احنا هنا في الدنيا. صح. ما شاركهمش فيها دلوقتي. بالظبط كده. في واحده مشكله مع جوزها، في واحده مشكله مع بابا، لا هم بيشاركوهم مشكله في الشغل. لا بتتشارك. انا بصي انا عايزه اقول لكم حاجه كمان. انا لازم انا في الكل من كان شويه برضو مبادره عندي كان قلت هناك برضو بنتي في المدرسه عاملين الماذرز داي، عاملين المسرحيه صغيره. وفي الدور اللي ماما اجنبيه وفي دور ماما مصريه. بصراحه كل ده حكيته مسرحيه. انا نفسي من جوايا زعلت. انا اجنبي، اقول انا اجنبي بس بحب مصر كتير. انا دايما بقول مصر هي فعلا ام الدنيا. مصر اصلا ده سنتر اوف سيفيليزيشن، ده مركز تاريخيه دينيه التعليميه التربويه الاتيكيت كل جاي من مصر. اللي في المسرحيه عاملين ايه؟ ماما اجنبيه بتيجي وبيسال بيبي انت عملت الدروس. بيعملوا وبيبي بيقول لا يا ماما، بقول مش مشكله يا حبيبي. لكن الام في المصريه مش بتعمل كده، بتمسك تضرب كده. بيقول يا الام المصريه بتضرب على طول، المصريه بالشبشب في اليدين بتضرب. انا قلبي وجعت بصراحه. ليه كده فعلا؟ صح. لا بس هو ممكن تختلف ليه بقى؟ بالعكس الام المصريه معروف عنها بالكفاح، ومعروف عنها ان هي ست عامله وست بيت ومسؤوله. بس متعلمة. لا هي مش عنيفه، في حين ان هي ممكن تكون الوضع مثلا اللي حوالين منها شويه. انا عايزه اقول لكم حاجه. احنا لازم نسيبوا عادات وتقاليد اللي مش حلوين. صح. وياخدوا عادات وتقاليد كويسين. ثقافه قديمه. ثقافه قديمه ممكن يكون ما تربيناش عليها كمان. انت عندك حتى البيوت زمان ما كانش فيه نسبه الطلاقات، وما كانش فيه الجد ولا الجده في اختلاف او مشاكل. عايزه اقول لكم حاجه. الكتاب بقول موجود هنا 40 الطلبه اللي فايزين لي هنا. انا بتشكر عائلات والمامات العيال دول الشاطرين دول. ده طبعا هم اللي ربوهم. طلعوا نماذج. لاقيين وقت. طلعوا نماذج. بالظبط كده. لاقيين وقت
لاقيين وقت عاملين رسومات وجايبين رسومات وشغالين ودورين في الانترنت وطالعين اذربيجان وشوفي بلد ايه وايه الجمال اللي فيها. فهمت ازاي؟ في مامعات كتير دلوقتي، وانا شايفه دلوقتي في المبادرات بتاعتي اللي في مامعات جديده بتسمع كلامي وعايزين نشتغل وعايزين تبقى احسن ناس وعايزين تمشي. انا على طول دايما بقول سيبك من المشاكل، البيبي مبسوط وانت تبقى ماما مبسوطه. صح. خلاص بقى كده تبتدي وتكملي وامسك كده. يعني فعلا لما بييجوا يقولوا الام مدرسه، يبقى الاب لما يجي يقول انت السبب يبقى الام هي السبب بالظبط. ان هي طب بتنصحينا بايه يا دكتوره؟ ايه النصيحه بقى يا ايه دكتورة؟ النصيحه؟ بصي انا زي بيقول لي مصر ام الدنيا، وانا عايزه ماما مصريه تبقى احلى ست في العالم، وعايزه تبقى شد لكم شويه. انا فاهمه الدنيا صعبه شويه بس في العالم كله كده، بس عايزه don't lose hope never give up، ودايما اقفوا جنب عيالكم وطلعينا بطلات كده حلوين كده. احنا بنشكرك جدا جدا يا دكتوره، ونشكرك على اللقاء الجميل ده والله، وحلقه واحده هي مش مقضيه بالظبط. احنا لينا حلقات تانية، في حلقات تانية عشان نعرف كمان مش موضوع طفل بس، لا ده مجتمع كامل، مجتمع كامل. ونشكركم اعزائي المشاهدين، وان شاء الله الحلقه الجايه مع ضيف جديد وبرنامج جديد مع بيت هند وداليا. شكرا. السلام عليكم. النصيحة بقى ايه النصيحة؟ بصي انا زي بيقول مصر ام الدنيا، وانا عايزه ماما مصرية تبقى احلى ست في العالم، وعايزه تبقى شد لكم شويه. انا فاهمه الدنيا صعبه شويه بس في العالم كله كده، بس عايزه don't lose hope never give up، ودايما اقفوا جنب عيالكم وطلعينا بطلات كده حلوين كده. احنا بنشكرك جدا جدا يا دكتوره، ونشكرك على اللقاء الجميل ده والله، وحلقه واحده هي مش مقضيه بالظبط. احنا لينا حلقات تانية، في حلقات تانية عشان نعرف كمان مش موضوع طفل بس، لا ده مجتمع كامل. ونشكركم اعزائي المشاهدين، وان شاء الله الحلقه الجايه مع ضيف جديد وبرنامج جديد مع بيت هند وداليا. شكرا.